ورحمة الله. اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. انا طالع اتكلم معاكم كلمتين مهمين جدا في موضوع في غاية الخطورة. اخش في الموضوع على طول. الفترة اللي فاتت ديت كلنا طبعا سمعنا عن الذكاء الاصطناعي والبرمجة والسوفت وير، وفي اقبال شديد جدا لتعليم الاولاد على البرمجة والذكاء الاصطناعي والسوفت وير. طيب الناس اللي مش قادرة تعلم عيالها البرمجة او السوفت وير او الذكاء الصناعي هيعملوا ايه؟ لان الذكاء الاصطناعي من عيوبه ان هو هيقضي على وظائف كتير جدا في الفتره الجايه. فاللي طالبه من حضرتك ان انت دلوقتي في موسم اجازه الصيف، انت في اجازه، خلي ابنك ينزل يتعلم في ورشه، يتعلم مهنه، يتعلم صنعه. الصنعه اليدويه او المهنه الحرفيه الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يقرب لها على المدار الفتره ديت اللي جايه ديت. ليه؟ لان انت عندك، انا هديك مثال بسيط. دلوقتي الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لك برنامج محاسبه او يعمل لك برنامج حسابات ويخليك تستغنى عن المحاسب اللي موجود عندك. انما لو فرد الكاوتش عربيه نامت، لا، انت مضطر تروح لحد يخليه يغيرها لك. ولو العربيه لا قدر الله عملت حادثه ومحتاج تستعدل الرفرف، لازم تروح لسمكري يعمله لك. نفس القصه لو عطلت في الطريق في شغل الميكانيكا، مش الذكاء الصناعي مش هيفيدك بحاجه، هتضطر ساعتها ان انت لازم تتصل بالميكانيكي يجي يصلح لك العربيه. واكبر دليل على كلام ان الفتره اللي فاتت ديت في جميع المشاكل الاقتصاديه اللي حلت بمصر او ببلدنا، الصناعي الحرفي او المهني هو اللي يعني قدر يعدي الازمات دي كلها وشبه ما تاثرش بشكل كبير. بس فعايزين يبقى في اقبال شديد جدا الفتره الجايه في بعد الاجازه الصيف ده على طول. فاذا كان ابنك في اولى اعدادي او في ثانيه اعدادي او في ثالثه اعدادي او في ثانوي، بس بعيد عن الثانويه العامه، لان الثانويه العامه دي ناس الله يكون في عونها هي واهاليها. انما انا بتكلم على الثانوي الزراعي، الثانوي التجاره، الصنايع، ينزل في اي ورشه او في اي مكان يتعلم مهنه. مجرد ما يتدرب السنتين، هو بس مجرد ما ياخد الدبلوم، انت هتقدم له في اي شركه من اكبر الشركات اللي موجوده في مصر دلوقتي، طالبه مهن في جميع طالبه حرفيين في جميع الشركات في مصر دلوقتي، طلبة حرفيين في جميع المهن، سواء كنت ميكانيكي او سمكري او دهان، طلبة صناعية في جميع المهن. بس لازم يكون معاك شهادة، لان انتوا عارفين دلوقتي الصنعة ما بقتش زي الاول. دلوقتي في تدخل برضه كمبيوتر وذكاء اصطناعي، ولازم اللي انتوا عارفين دلوقتي الصنعة ما بعدش زي الاول، لازم شهادة معاها. لان انت لما بتنزل الشركة بتديك 2 أو 3 شهور تدريب، وبيبتدوا يديك كورسات عشان يعلموك ويطوروك. فأتمنى تكون الرسالة وصلت. حاول تعمل شير ولايك عشان الموضوع ده يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدة والناس تستفيد. إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان سهوا أو نسيان فمنا من الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.